لما باجي اسافر في نوعين من التخطيط. في تخطيط اللي هو الطويل شويه، اللي هو بحط فيه بس ايه السكيلتون بتاع السنه، اللي هو انا في شهر كذا وكذا وكذا ممكن اسافر، وابتدي اعمل سيرش على ارخص تذاكر الطيران اللي ممكن اسافر بيها ممكن تكون فين. بعد ما ابتدي الاقي تذكره طيران رخيصه وابتدي اشوف الاجراءات بتاعه الفيزا تحتاج وقت قد ايه، وابتدي امشي فيها لو انا هحتاج فيزا للبلد اللي انا رايحها. الإقامة آخر حاجة ممكن يتبص عليها، لأن دايما في أي حتة هتروحيها في إقامة رخيصة. ممكن قعدت 4 أيام في برشلونة ب 300 وحاجة جنيه، قعدت أسبوع في باريس كان ب 500 وحاجة جنيه، قعدت في البرتغال ببلاش خالص كاوتش سيرفنج. فحاجات أرقام هتبقى حزينة جدا لأي حد بيسمع، بس في نفس الوقت هي أرقام موجودة وبتحصل. ولو أي حد دخل على booking.com وابتدى يعمل يدور على إقامة في أغلى بلد هو يتخيلها، وابتدى يعمل سورت باي برايس بحيث إن الحاجة تجيله، ويبتدي يشوف إيه أرخص الحاجات اللي موجودة، هيلاقي أرقام أكيد تخضه يعني. في دول كتيرة مثلا في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، ممكن تبقى الدنيا حر جدا وفجأة تلاقي الدنيا بتمطر سيول، وبعد كده تلاقي الشمس طلعت تاني، وبعد كده تلاقي الجو تراب في نفس اليوم. فموضوع إن تخططي هتسافري إمتى، اعتقد ده محتاج بحث انا ما بعملوش شخصيا يعني، بس لو حد حابب ان هو عايز يتبسط بزياده فلازم يدور يشوف بقى الارصاد الجويه والحاجات دي كلها موجوده على الانترنت. البلد اللي المصري المفروض يروحها، اعتقد لو هو عايز يلاقي ناس دم حامي وصوتها عالي بقى ويقعد ويهرج معاهم ويقفوا على بعض وكده، لازم يروح ايطاليا. لو عايز يروح بلد فيها اوروبا بس في نفس الوقت فيها حاجات تفكروا بمصر كده، ممكن يروح البرتغال، لان انا اتفاجئت ان هم عندهم توك توك. فدي حاجه ظريفه جدا. في نفس الوقت عندهم السايس بتاع باشا عجله يمين ومش عارف ايه، وبعد كده ويستنى تديله حاجه بعد ما تنزل، وهو الليجل برضو، بس هم عندهم الموضوع ده. يعني اي حاجه تهون عليه الغربه برضو يتفكروا يعني بالقاهره.